مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. عمدا تريت 24 ساعة بعد مواجهة الجزائر لتنزانيا حتى أحاول أن أعلق أو أحاول أن أحلل بعيدا عن كل ردود الفعل الأولية، سواء كانت فنية أو فنية من قبل المحللين أو جماهيرية من قبل الجماهير التي تحكم ردود فعلها العاطفة والمشاعر أكثر منه الجانب الفني. ولو أنه فيه كثير قريت وسمعت الكثير من التحليلات كانت قريبة جدا إلى الصحة وإلى المنطق وإلى العقل، يعني معقولة جدا بعض التحاليل، إلا تلك التي ذهبت أبعد ما من ذلك عندما تحدثت عن ضرورة رحيل أو بقاء جمال بلماضي، وتحدثت وكأننا أمام استفتاء لتحديد مصير جمال بلماضي الذي لا يمكن أن يكون محل استفتاء طبعا، لأنه بالنسبة له وبالنسبة لأي مدرب مهما كان في أي رياضة طبعا النتائج هي التي تكون صديقته أو عدوته، وهي التي تقيل أو تسمح له بالاستمرار. ولو أن البعض يقول الرجل أخفق في كأس أفريقيا في الكاميرون وأخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم إخفاقان في ظرف شهرين ومع ذلك بقي، أنا نقول بأن بقاؤه كان أمر استثنائي. هذه واحدة من الاستثناءات التي تحدث في عالم الكرة. وبعدين احنا جماهيرنا وإعلامنا وجزائرنا مختلفة ومتميزة حتى في مثل هذه الأمور. أحيانا لا تطبق علينا لا القواعد ولا المعايير. طبعا في هذا فيه جانب سلبي وجانب إيجابي. قلت أحيانا لا تطبق علينا لا المعايير ولا المبادئ التي تحكم الكرة مثلا، حتى نبقى في الكرة. البارح المنتخب الجزائري لعب بالفريق الثاني بين قوسين مع دعيس من كان خيار جمال بلماضي. اختار أنه يعطي أهمية لمباراة السنغال اللي يعتبرها اختبار بالنسبة إليه لمعرفة قدراته وقدرات لاعبيه في خوض نهائيات كأس أفريقيا بعد 4 أشهر من الآن. فضل البارحة كما قال في الندوة الصحفية أنه يعطي الفرصة لكل هؤلاء اللاعبين، فرصة أخرى لكل هؤلاء اللاعبين يشوفهم في مباراة رسمية، ولكن شافهم مع بعضهم من بعض، مش مع لاعبين آخرين مخضرمين ممكن يساعدوهم أو يتساعدوا بيناتهم. فلذلك صعب جدا أننا نحكم عليهم بعد هذه المباراة. أنا شخصيا قلت بأنه مباراة للنسيان بالمفهوم أنه يجب أن ننساها ولا نحكم عليها. أي نعم، عن من قيمها نقول بأنه واحدة من أسوأ المباريات اللي لعبناها في عهد جمال بلماضي، ولكن عندما نقول النسيان نقول ننساها ما نفكروهاش، ولكن لا ننسى أن نأخذ العبر من أنه بعض اللاعبين ممكن نقول لا يستحقون التواجد اليوم في المنتخب الجزائري. نقول بعض اللاعبين أتيحت لهم الفرصة مرات ومرات ولكنهم لم يستثمروا في تلك الفرصة. جمال بلماضي في الندوة الصحفية البارحة قال 2 أشياء استوقفتني. الشيء الأول قال بأنه المنتخب ليس ملكه ويحتاج إلى حماية. هذا الكلام قلناه من سنوات، لكن الناس قرأته على أنه عنده مغزى آخر ومعنى آخر وكان مقصود منه شيء آخر. لا، كانش مقصود منه شيء آخر. لما كنا نقول بأنه منتخب دائما يجب أن تكون لديه حماية بكل المفاهيم، يعني اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش. هو ممكن حب يقصد كمرحلة أولى الحماية أنه توفر له الإمكانيات وأرضيات ميدان، وتكلم شوية عن التحكيم بطريقة مباشرة وطريقة أخرى غير مباشرة. نحن معه، كنا نتمنى أن يكون معنا عندما كنا نتكلم عن ضرورة حماية المنتخب الجزائري بكل الطرق اللازمة. يلعب كرة، يحضر، يشتغل، يجتهد، ولكن يحمي نفسه. قال حاجة ثانية، هو أنه أعطى فرصة لهؤلاء اللاعبين لخوض هذه المباراة، وبعدين ركز على المباراة الودية أمام منتخب السنغال. أنا بدأت أشك، مش الشك اللي فيه يعني فيه إساءة أو سوء ظن، لا، بدأت أعتقد بأن جمال بلماضي بعد ضيق الوقت، قتنا 4 أشهر عن نهائيات كأس إفريقيا وشهرين عن تصفية كأس العالم، أعتقد بأنه سيعود إلى تشكيلته الأساسية. لو يقدر يرجع لتشكيلة 2019 راح يرجع لها. مولحي في الجزائر، قديورة
رجع للجزائر. سفيان فغولي استدعاه مؤخرا. ما زالهم لاعبين ما عدا ممكن إبراهيمي، حتى إبراهيمي لم يكن يعول عليه كثيرا في 2019. اللاعبين الآخرين كلهم مؤهلين للعودة. سمعتك قال كلام عن بولحي، وقال كلام عن بليلي، وقال كلام أيضا عن جمال بالعمري. بعيدا عن الشك في قدراتهم، أنا أتكلم عن المبدأ، مبدأ أنه بعد 4 سنوات يرجع ل 2019 في وقت أنا في اعتقادي كان ممكن بعد الإخفاق في الكان وفي التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، كان بإمكانه أنه يعطي النفس الجديد للمنتخب الجزائري أو يبحث عن النفس الجديد للمنتخب الجزائري. تعطل وجد نفسه الآن في وقت ضيق وفي ظروف صعبة. أعتقد بأنه سيضطر للعودة إلى المخضرمين للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا المقبلة. ممكن في تصفيات كأس العالم يستعين ببعض اللاعبين الشبان، لأنه نواجه منتخبات بعض المنتخبات ضعيفة، ولكن في نهائيات كأس أفريقيا صعب عليه أنه يعول على تشكيلة البارحة مثلا. صعب عليه يعول على لاعبين لعبوا مباراتين و3 و4 و5 و6 وحتى 10 عمرهم 18 و20 و22 سنة. صعب جدا في نهائيات كأس أفريقيا راح يوجد منتخبات قوية ولاعبين مخضرمين وأقوياء. الكلام في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي زاد شوية، ذهب إلى غاية الحديث عن بقاء ورحيل جمال بالماضي. أولا بقاء ورحيله ليس محل استفتاء من وجهة نظري، وبقاء ورحيل أي مدرب في أي رياضة مرتبط بالنتائج. تقولوا لي أخفق مع ذلك بقي، هذا استثناء، وهذه الجزائر فيها الاستثناءات التي لا توجد ممكن في بلدان أخرى. وإحنا لا نخضع أيضا لبعض المعايير المعمول بها في وبعض المبادئ أيضا المعمول بها، نتكلم عن الكرة في بلدان أخرى. أنا أعوذ بالله من قلت، أنا لست مع رحيل بالماضي، على الأقل في الوقت الراهن. سيأتي الوقت الذي يرحل فيه، يرحل لأنه تعب، يرحل لأنه لم يعد قادر، يرحل لأنه فشل، يرحل لأنه هذه أمور، هذه الأسباب تاع رحيل أي مدرب. يرحل لأنه نهاية مرحلة، نهاية سيكل، يرحل لأنه شاف عنده مشروع آخر حب يروح له، هذا أمر عادي. مع أنه يخلد صعب جدا، مستحيل أنه يخلد لا هو ولا غيره. سيرحل في وقت ما، ولكن مش الآن. احنا قبل نهائيات كأس أفريقيا وقبل تصفيات كأس العالم، وبالتالي وبعدين أنا حاسس بأنه عنده ريفونش، عنده ثأر حب ياخذ